السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أحمد محمد العطار، استشاري الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر. نيجي بقى لنوع آخر من التساقط، وهو التساقط الناتج عن خلل في المناعة الذاتية، وهي الثعلبة البقعية اللي ممكن توصل في بعض الحالات إلى ثعلبة كلية، أو ممكن تاخد حتى شعر الجسم، مش بس شعر الرأس، شعر الحواجب والرموش وشعر الجسم كمان. وده بيكون نتيجة لوجود خلل في الجهاز المناعي، وبالتالي احنا محتاجين كدكاترة جلد ان احنا نكون جنبا إلى جنب مع دكتور السايكاتري أو الدكتور النفسي، لأن الباعث الأساسي لهذه المشكلة هو وجود مشاكل واضطرابات نفسية. إذا قدرت أنا كدكتور جلدية إن أنا بعمل كونسلنج أو أنا أعمل تحديد أو أحط إيدي على المشكلة وأحاول أتكلم فيها، كان بها ما كانش الموضوع بيزيد ومفيش تحسن كتير، فإحنا بنلجأ لدكتور السايكاتري. حاجة تانية برضو بنقابلها كتير بس هي بتبقى موجودة في الأطفال، اللي هي الصراع الرأس أو تينيا كابيتس، ودي ليها أنواع كتير، ودي بيبقى ليها علاقة دايما بالاتصال بالحيوانات الأليفة أو الأطفال في المدارس والاختلاط واللعب والكلام ده كله. وده بيبقى ليها مرحله عمريه معينه، حد اقصى مرحله فيها بنشوفها لحد 12 او 14 سنه بالكتير قوي. بيكون علاجها طبعا ابسط من كل المشاكل اللي احنا قلناها قبل كده، لان هو خلاص احنا عارفين ان سبب تساقط الشعر هو وجود فطريات بفروه الراس، وبالتالي مع ان احنا ناخد كورس مضاد الفطريات ونعالج سبب المشكله يبتدي الشعر ينمو بشكل طبيعي بعد العلاج. نشكركم على حسن استماعكم، وفي انتظار كل اسئلتكم على الصفحه.